السلام عليكم ورحمة الله. قناة حكاية طاكسي. جيت اليوم نعاود لكم قصة من القصص اللي وقعت لي في الطاكسي. واحد النهار كنت تنشتغل في الطاكسي، جا ليا واحد الزبون أجنبي من محطة القطار، طلب مني الوجهة ديالو لواحد الفندق داخل المدينة. غادي أنا وياه، جيت ديالي معاه في الطريق. أول مرة جيت للمدينة، أول مرة زرت البلاد عندنا، لي أول مرة لقيتو أول مرة تيزور المدينة. من بعد وصلتو للوجهة ديالو، طلب مني الرقم الهاتف ديالي، عطيتو الرقم الهاتف ديالي، قال لي راه باقي غادي نحتاجك نتصل بيك. قلت ليه مرحبا. من بعد مشيت كملت العمل ديالي، تو كان تيتصل بيا الغد ليه، قال لي واش ممكن تجي لعندي؟ قلت ليه ايه نجي لعندك. جيت خديتو، المهم دوزت معاه واحد تقريبا بعد 10 أيام تناخدو فين ما بقى فين ما مشى تناخدو، ديتو النواحي ديال المدينة عندنا، المآثر التاريخية، عرفتو بالمدينة، وصراحة تهلا فيا وعجبتو حتى أنا في الطبيعة. نهار اللي وصلني في البلاد عندنا، بقيت نتاهل المطار، تنتاهل المطار وانا نقول ليه كي جاتك البلاد عندنا كذا. قال لي كلمة اللي هي صراحة عجبتني وما عجبتنيش. شي حوايج اللي هما ما عجبونيش فيها صراحة انت تحز في الناس ولكن واقع. جا 10 أيام وخلص البلاد عندنا كاملة في 10 أيام. اللي البلاد عندكم زوينة، الجو فيها زوين مشمشة، اللي فروي كامل موجودين عندكم، السير موجود، الناس كرامة. قال لي إلا حاجة وحدة. قلت لي ما هي؟ قال لي نتوما تتبغيوش الخير لبعضياتكم وعزيز عليكم البراني. بقيت تنفكر كيفاش ما تتبغيوش الخير لبعضياتكم. قلت ليه كيفاش؟ علاش زعما؟ قال لي كل واحد وكيفاش. قال لي فاش تجي عندي انت للفندق، قالوا لي صحاب الفندق غادي نجيبو ليك طوموبيل في اي بي وبثمن قل من هذاك السيد اللي سيدتيك. قال لهم انتي انا راه عجبني هذاك السائق في التعامل ديالو وما يمكن ليش نغيرو. هذا غير شوف هو كيفاش اكتشف بان حنا ما تنبغوش الخير لبعضياتنا. من بعد هذاك السيد حطيتو في المطار، توادعت انا وياه، قال لي الرقم الهاتف عندي، دابا نعاود نتصل بك فاش نجي واللي يبغي يجي شي واحد انا نعطيه النمرة ديالك غادي يتصل بك. قلت ليه المهم مرحبا، تهلا فيا كرمني، مشى. من بعد جا كوفيد، جات كورونا، كلشي القطاعات وقفو، كلشي وقف. من بعد فاش وقف، من بعد شي شهر دازت حالة طوارئ فيها، دازت فيها شي شهر. هو اتصل بيا في الواتساب، تنلقى الميساج وانا نتواصل معاه، سلام كي داير بخير صافا لاباس. قال لي كي داير الحالة عندكم تما في المغرب؟ قلت له اختي الحالة كيف اي بلد، راه دايرين الاحترازات ديالنا، الوقاية ديالنا. قال لي وكي دايرين نتوما من المعيشة خدامين؟ قلت ليه كلشي واقف دابا الحال، مازال كلشي واقف. وقال لي غادي نصيفط لك واحد اللعيبة في الويسترن يونيون. قلت ليه بحالاش؟ قال لي غادي نصيفط لك واحد المبلغ باش تكون بها. قلت ليه شكرا الله يجزيك بخير كذا. المهم عجبني الحال، مشيت للويسترن يونيون، لقيت مصيفط ليا الدفعة الأولى صيفط ليا 4000 درهم. واحد السيد هذا معايا علاقة ودار معايا المزيان هذا. المهم بقات العلاقة هكاك، دوز الشهر الأولاني، الشهر الثاني عاود اتصل بيا ويعاود يقول لي راه بغيت نصيفط لك واحد الحاجة أخرى. من بعد صيفط ليا 2000 درهم. بقى هكاك الشهر الثالث صيفط ليا تاني 2000 درهم.
حنا خرجنا خدمنا، تلقات الوقت شويه داز من هذيك حالة الطوارئ اللي فيها 3 شهور، داز الشهر لقات شي شويه وصافي. المهم الاحترازات تنقصات شي شويه، ولينا تنخرجو تنخدم في الطاكسي شويه شويه تنتحركو. المهم تيجبد بنادم وقلت لهم انت الجورني كان ناقص، وانا نعيط ليه قلت ليه شوف بلا ما دير بحساب باقي تصيفط شي حاجه راني وعجبو الحال. قال لي لا الا كنتي محتاج شي حاجه اخرى صيفط. قلت ليه لا راه حنا خرجنا على باس التامين، تلقات الحالة الطوارئ شويه. المهم بقيت انا وياه في تواصل، يعني كنبين لكم بان واخا هو مسيحي ولا نصراني ولا تيبقى التعامل كيف اي انسان، يعني تيبقى انسان التعامل ديالو اولا وبعد كل شيء. سما بقى التعامل ديالي معاه مزيان، الاتصال تنتواصل معاه. تا واحد دازت فات كورونا، فات هاديك الازمه ديال كورونا، تلقات السياحه روجات القضيه، هو قول لي راه بغيت نجي. قلت له مرحبا، صيفط لي البروغرام ديالو امتى بغا يجي. تعرضت ليه في المطار صراحه، تعرضت ليه استقبلتو احسن استقبال، ضيفتو في المنزل ديالي خا ما بغاش. ضيفتو النهار الاول في المنزل ديالي قلت ليه الا ممكن تبقى كاع مستقر معايا، ويقول لي لا انا ناخد في اوتيل، ننزل في اوتيل. جلست معاك اليوم، خليني بنجلس في اوتيل باش ناخد راحتي. قلت ليه مرحبا. فعلا مشى للوطيل، خدمت معاه، جاب معاه واحد ان سومين سيمانه هكاك، جابها. المهم ما خليت بيه حتى شي قيمت هنا، جاب يقدم لي الاجره ديالي، انا نقول ليه لا هذا كادو من عندي. يعني تعامل معايا، هو قال لي لا شاد كذا وانا ما بغيتش، حيت هو كان ديجا تعامل معايا واحد التعامل اللي هو مزيان. يعني هاد القصه هادي عاودتها لكم ومن بعد ديتو للمطار، وصلتو للوجهه ومشاو، وباقي انا وياه الان علاقه مزيانه. القصه هادي عاودتها لكم باش تعرف الطاكسي تتلاقيك مع ناس اللي هما كرماء، وناس انسانيين، وناس فيهم تعامل، وناس تيبغيو الخير. ناس اخرين واخا ما يكونوش تعرفو، ما تكونش رابطهم علاقه عائليه ولا علاقه آه صداقه، ولا يعني هو انسان من النهار الاول تعرفتي معاه تقريبا 10 ايام تعاملتي معاه، عجبو التعامل ديالك، عجبو كرم الضيافه ديالك، وبقات معاك علاقه، يعني اكتسبتي صديق اللي هو ماشي من البلاد عندك. وهذه قصة اللي كانت وقعت لي مع صديق، وباقي الآن صديق سويسري. تحياتي لكم، ونتمنى باش تدعمونا في القناة، واللي كان تعجبكم بحال هذا المحتوى باش تشجعونا وتزيدوا في التشجيع إن شاء الله. تحياتي لكم، ونتمنى لكم مسيرة موفقة للجميع. تحياتي.